السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي. معكم المستر إبراهيم شعبان مدرس الدراسات الاجتماعية. النهاردة إن شاء الله هنراجع الجغرافيا كاملة، بس قبل ما أبدأ أول حاجة الصلاة على النبي، ولو مش مشترك في القناة انزل اعمل اشتراك واضغط لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يلا نشوف الفيديو. السؤال الأول بيقول لي بما تفسر واحد زيادة الطلب على المنتجات الزراعية في الدول العربية. ليه زاد الطلب على المنتجات الزراعية في الدول العربية؟ بسبب زيادة السكان بالوطن العربي وارتفاع مستوى المعيشة، يعني الناس بقى معاها فلوس بسبب زيادة السكان بالوطن العربي وارتفاع مستوى المعيشة. اتنين بما تفسر قيام الزراعة في الوطن العربي. ليه قامت الزراعة في الوطن العربي؟ الإجابة بسبب توافر عوامل قيام الزراعة بالوطن العربي. ألف عوامل طبيعية زي المياه العذبة والتربة الخصبة والمناخ المتنوع. طب عوامل بشرية زي إيه؟ زي واحد الأيدي العاملة، اتنين رأس المال. طب رقم 3 السوق. رقم 3 بيقول لي بما تفسر تنوع مناطق توطن الزراعة في الوطن العربي. الإجابة بسبب تنوع مصادر المياه العذبة، فتوجد مناطق بتعتمد على الأمطار والأنهار والمياه الجوفية. توجد مناطق بتعتمد على الأمطار ومناطق بتعتمد على الأنهار ومناطق تعتمد على المياه الجوفية. رقم 4 قيام الزراعة في الأجزاء الشمالية في الوطن العربي. الإجابة بسبب توافر مياه الأمطار. رقم 5 بمتفسر قيام الزراعة في الواحات. ليه قامت الزراعة في الواحات؟ بسبب توافر المياه الجوفية. خش على رقم 6 بمتفسر أهمية الزراعة لسكان الوطن العربي. إيه الأهمية بتاعت الزراعة لسكان الوطن العربي؟ لأنها توفر واحد احتياجات السكان من المواد الغذائية، اتنين توفر فرص عمل لنصف السكان. طب رقم 3 توفر رؤوس أموال. 4 توفر المواد الخام اللازمة للزراعة. توفر المواد الخام اللازمة للزراعة. رقم 7 بيقول لي بمتفسر حدوث ظاهرة التصحر. ليه حدثت ظاهرة التصحر؟ الإجابة بسبب توافر كمية المطر. 2 زحف الرمال. رقم 3 الرعي الجير. 4 قطع الأشجار. رقم 5 الإفراط في زراعة المحاصيل المجودة للتربة. رقم 8 بمتفسر الأغنام أكثر الحيوانات انتشارا. ليه؟ لفقر المراعي. الإجابة لفقر المراعي. طب رقم 9 بيقول لي بمتفسر تحتل السودان المركز الأول في إنتاج الأبقار. ليه؟ الإجابة لوجود المراعي الغنية. لوجود المراعي الغنية. رقم 10 تقتصر تربية الجاموس على مصر والعراق. ليه؟ الإجابة لوجود البيئة الفيضية حيث لا يتحمل الجفاف أو البرودة الشديدة. رقم 11 تستأثر مصر بمعظم إنتاج الوطن العربي من الأرز، أو يعد الأرز أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي. الإجابة لأن الأرز يحتاج إلى واحد حرارة مرتفعة، 2 تربة طينية ثقيلة، 3 مياه وفيرة. رقم 12 بما تفسر شهرة اليمن بزراعة البن. ليه مشهورة اليمن بزراعة البن؟ الإجابة بسبب توفر الظروف الملائمة لزراعته من حرارة مرتفعة وتربة خصبة وأمطار غزيرة. رقم 13 لا تقتصر الأهمية الاقتصادية لقصب السكر على إنتاج السكر فقط. مش بتقتصر على إنتاج السكر فقط. الإجابة لأنه يدخل في العديد من الصناعات مثل صناعة الورق والخشب. صناعة الورق والخشب. رقم 14 تتركز زراعة قصب السكر في مصر. ليه بتتركز زراعة قصب السكر في مصر؟ الإجابة بسبب توافر عوامل زراعته من مياه وفيرة وتربة خصبة وجو مشمس معظم أيام السنة. وجو مشمس معظم أيام السنة. رقم 15 بيقول لي بمتفسر
يزرع الشعير في المناطق التي لا توجد بها زراعة القمح. ليه بيزرع الشعير في المناطق التي لا توجد بها زراعة القمح؟ لأن الشعير يتحمل التذبذب في درجة الحرارة والجفاف وقلة خصوبة التربة. رقم 16، اهتمام الدول بتربية الدواجن. ليه بتهتم الدول بتربية الدواجن؟ الإجابة: سد النقص في اللحوم الحمراء. 2، للاستفادة من لحومها وبيضها. إذا لو جه قالك بما تفسر اهتمام الدول بتربية الدواجن هتقول: 1، سد النقص في اللحوم الحمراء. 2، للاستفادة من لحومها وبيضها. رقم 17، بما تفسر قلة الإنتاج السمكي في الوطن العربي. ليه بيقل الإنتاج السمكي في الوطن العربي؟ استخدام الأساليب البدائية في الصيد. 2، تلوث المياه يقتل الأسماك. رقم 3، تخلف وسائل نقل وحفظ الأسماك. 4، ترك حرفة الصيد والاتجاه للتعدين والصناعة. 5، الصيد في أوقات ممنوعة بالشباك ضيقة. رقم 18 بيقول لي بما تفسر أهمية الثروة السمكية في الوطن العربي، أو تشكل الأسماك أهم موارد الثروة المائية. الإجابة: لأن بتعمل إيه؟ لأنها بتمد السكان بغذاء بروتيني أساسي يحميهم من الأمراض. 2، تعوض النقص من الإنتاج الزراعي الحيواني. طب رقم 3، بتدخل في الكثير من المشروعات التصنيع مثل حفظ وتعليب الأسماك. طب رقم 19 بيقول لي بما تفسر يعد الفوسفات أهم الصخور الاقتصادية. الإجابة: لأنه يدخل في صناعة المبيدات والأسمدة والطوب الحراري ودبغ الجلود. لأنه يدخل في صناعة المبيدات والأسمدة والطوب الحراري ودبغ الجلود. طب رقم 20، أهمية البترول. للبترول أهمية كبيرة جدا. أول حاجة، يستخدم في إدارة المصانع ووسائل النقل. 2، تستخرج منه عدد من المشتقات مثل البترول والسولار. رقم 3، تدخل المشتقات في الصناعات الكيميائية والألياف. 4، يعتبر مصدر للدخل القومي خاصة في دول الخليج. يعتبر مصدر للدخل القومي خاصة في دول الخليج. رقم 21 بيقول لي بمتفسر تزايد أهمية الغاز الطبيعي. ليه بتتزايد أهمية الغاز الطبيعي؟ الإجابة: رخص ثمنه وسهولة نقله. 2، أقل تلوثا للبيئة. طب رقم 3، سعراته الحرارية عالية. رقم 22، إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية. بمتفسر إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية. الإجابة: لتنمية الموارد الزراعية والحيوانية وصيانة المراعي والغابات في الدول العربية. رقم 23 بيقول لي بيفسر إنشاء منظمة السياحة العربية. الإجابة: لتعزيز وتنسيق سياسات التسويق والترويج السياحي العربي. رقم 24 بيتفسر إنشاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوبك. الإجابة: لتنسيق الجهود بين الدول العربية المنتجة للنفط في مجال استخراج النفط وتصديره. رقم 25 بيقول لي بمتفسر يتركز إنتاج الطاقة الكهرومائية في مصر والسودان والعراق والمغرب. الإجابة: لوجود الأنهار. الأنهار. رقم 26 تزايد إنتاج الوطن العربي من الغاز الطبيعي. الإجابة: بسبب تقدم تكنولوجيا تسييل الغاز ونقله. 2، تزايد الطلب عليه. رقم 27 بيقول لي بمتفسر فشل الدول العربية في تحقيق التكامل أو عدم تحقيق التكامل الاقتصادي العربي حتى الآن. الإجابة: بسبب تذبذب العلاقات العربية السياسية بين ود وخلاف. يعني هما بين ود وخلاف. 2، بسبب تشابه الإنتاج متشابه. طب رقم 3، منافسة السلع الأجنبية للسلع العربية.
رقم 28 إنشاء جامعة الدول العربية. إنشاء جامعة الدول العربية في مارس 1945. بمتفسر إنشاء جامعة الدول العربية في 1945. واحد، تنسيق العلاقات بين الدول العربية. اتنين، تحقيق التعاون بين الدول العربية. رقم 29 بيقول لي بمتفسر ضرورة الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات. ليه؟ الإجابة لتطوير الخدمات المناسبة للتجارة مما يدعم التكامل بين الدول العربية. يلا نخش على السؤال التاني. ما النتائج المترتبة على؟ واحد، تنوع المناخ في الوطن العربي. الإجابة تنوع المحاصيل الزراعية. رقم 2، ما النتائج المترتبة على تذبذب كمية المطر من عام إلى آخر؟ الإجابة أدى إلى تذبذب الإنتاج الزراعي. رقم 3، ما النتائج المترتبة على توافر عوامل قيام الزراعة في الوطن العربي منذ القدم؟ استقرار الإنسان لما عرف الزراعة استقر. استقرار الإنسان وقيام أعرق الحضارات القديمة مثل الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد ما بين النهرين. 4، ما النتائج المترتبة على زيادة الطلب على المنتجات الزراعية في الدول العربية؟ أدى إلى توسع في النشاط الزراعي وتحسين المنتجات الزراعية. ما النتائج المترتبة على الإفراط في زراعة المحاصيل المفيدة للتربة؟ الإجابة حدوث التصحر. رقم 6، ما النتائج المترتبة على فقر المراعي؟ قلة إنتاج اللحوم وكثرة الأغنام والماعز. رقم 7، ما النتائج المترتبة على تلوث المياه واستخدام الصيادين الأساليب بالبداية؟ الإجابة قلة الإنتاج السمكي في الوطن العربي. رقم 8، ما النتائج المترتبة على تشابه الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي في الدول العربية أو تشابه الإنتاج بين الدول العربية؟ طبعا الإجابة ضعف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. يعني أنا ادام الانتاج بتاعي متشابه وانت الانتاج بتاعك متشابه مش هيحصل تكامل. يعني انا الحاجه اللي ناقصاني انا اخدها من الدول، والحاجه اللي ناقصاهم هي تاخدها منه. اذا هيبقى فيه ضعف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. رقم 9، ما النتائج المترتبة على اختلاف توزيع الثروة المعدنية بين إنتاج واحتياطي في الدول العربية؟ الإجابة تبادل سكان الوطن العربي هذه الثروات فيزداد تقاربهم وتوحدهم. رقم 10، ما النتائج المترتبة على تذبذب العلاقات بين الدول العربية؟ الإجابة تأخر الدول العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي. رقم 11، من النتائج المترتبة على تقدم تكنولوجيا تسييل الغاز الطبيعي ونقله؟ الإجابة أدى لزيادة إنتاج الوطن العربي من الغاز الطبيعي. ده سؤال من النتائج المترتبة عليه. يلا نشوف ماذا يحدث إذا. 1، تم التنسيق بين الدول العربية في المشروعات الزراعية والصناعية. الإجابة عدم تشابه المنتجات ويزداد التبادل التجاري بين الدول العربية ويساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. 2، ماذا يحدث إذا تخصصت كل دولة من الدول العربية في إنتاج سلع معينة؟ عدم تشابه المنتجات ويزداد التبادل التجاري بين الدول العربية ويساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. ماذا يحدث إذا تحقق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية؟ يعني الحاجة اللي ناقصانا أنا أخدها من الدول. يعني الحاجة اللي ناقصانا أنا أخدها من الدول، والحاجة اللي ناقصاهم هي تاخدها مني. تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. الإجابة تصبح الدول العربية قوة اقتصادية كبرى محدش يقدر عليها. تصبح الدول العربية قوة اقتصادية كبرى. يلا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي اثبت بالأدلة الجغرافية صحة العبارات الآتية. 1، تواجه الزراعة في الوطن العربي عدة مشكلات. الإجابة تذبذب الإنتاج الزراعي لاعتماد معظم الأراضي على مياه الأمطار. 2، عدم استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة. 3، قلة استخدام الأساليب التكنولوجيا الحديثة في الزراعة. 4، حدوث التصحر. رقم 2، تعدد أنواع مصايد الأسماك في الوطن العربي، حيث توجد مصايد بحرية ومصايد نهرية ومزارع تربية الأسماك.
رقم 3، للثروة الحيوانية أهمية كبرى في الوطن العربي. ليه؟ لأنها تمدنا باللحوم الحمراء والألبان. 2، توفر المواد الخام الحيوانية. طب رقم 3، تستخدم بعضها في النقل وأعمال الحقل. رقم 4، يمكن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. طبعا ألف، تحديث وتفعيل الاتفاقية العربية. 2، تشجيع القطاع الخاص على إقامة المشروعات. ج، تطوير الخدمات المناسبة للتجارة مثل نظم المعلومات، خدمات النقل والتخزين في الموانئ العربية. 5، يمتلك الوطن العربي مقومات التكامل الاقتصادي العربي، حيث يمتلك المساحة الكبيرة، الموقع المتميز، المناخ المتنوع، الأنشطة والموارد الاقتصادية والعربية.